حاسة إنِك تايهة ومش فاهمة نفسِك ولا فاهمة مشاعرِك ولا عارفة حتى تسيطري عليها؟ ممكن تبقي فرحانة جدًا وفي ثانية المود بتاعِك يتقلب وتبقي زعلانة جدًا، عندِك مشكلة في هويتِك ومش عارفة أصلًا أنتِ عايزة إيه ومش عايزة إيه، وده بقى بيظهر أوي في علاقاتِك، شوية عايزاه شوية مش عايزاه، وطبعًا حاسة بتهديد طول الوقت في العلاقة، وحاسة بتهديد طول الوقت إن هو هيسيبِك، فأنتِ بتبادري وبتسيبيه، وساعات الموضوع بيتطور بإنِك بتأذي نفسِك أو بتهددي حياتِك على أمل إن ده هيريحِك، واللي حواليكِ عمرهم ما فهموكِ ولا قدّروا مشاعرِك، وشايفينِك دايمًا بتمثلي وبتأفوري، بس الحقيقة إن أنتِ لا بتمثلي ولا بتأفوري، وده اضطراب من كلاستر بي في اضطرابات الشخصيه، وتحديدا ده اضطراب الشخصيه الحديه. الفكره كلها انك اتولدتي حساسه زياده للمواقف اللي بتحصل حواليكي، اللي ممكن يكون حواليكي ما بيتاثروش بيها زيك، وللاسف اللي حواليكي لا فهموا ده ولا قدروه، فالمشاكل بدات تتحول لازمات والاضطراب يبدا يتغذى، وصلنا لاضطراب الشخصيه الحديه. واضطراب الشخصيه الحديه من الاضطرابات اللي صعبه قوي ان انت تسيطري عليها لوحدك او تعالجيه، لان ليه جوانب كتيره قوي محتاجه تشتغلي عليها، منها نقص المهارات عندك اصلا، او الصدمات او الاساءات اللي انت تعرضت لها قبل كده، ومهارات كمان خاصه بالعلاقات. وفي يوتوبيا في متخصصين في علاج اضطراب الشخصيه الحديه، هيساعدوكي تتعافي من الصدمات والاساءات، وهيساعدوكي تفهمي نفسك وتتعلمي ان انت تنظمي مشاعرك وتسيطري عليها، وتختاري علاقه صحيه وتحافظي عليها، انك تعرفي ازاي تتخطي المحن اللي هتعدي بيها.